السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس الاول والتاني والتالت، هما 3 مع بعض كلهم منهج واحد او درس واحد. هناخد ان شاء الله في الترم التاني اول درس، وصلوا بنا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم مس هام مصباح، وان شاء الله هنحل كمان عليه امتحانات وتدريبات عشان كمان تتدرب نفسك عليه، عشان ان شاء الله ما تنساش شرحه. ركز معايا كده يا بطل ويلا بينا. اول حاجه بيقول لك هنا هيا نبني وهيا نحلل ومزيد من التحليل. طب يعني ايه الكلام ده؟ دي 3 دروس في بعض هنعرفها دلوقتي. يعني ايه كسر، ويعني ايه بسط ومقام، ويعني ايه البسط بيبقى ايه قليل عن المقام بيبقى تحت اللي هو العدد الكلي. هناخد حاجه اسمها الكسر. الكسر يعني ايه كسر؟ هو عدد يعبر عن جزء من الواحد الصحيح او جزء من مجموعه. طب كسر الوحده هي كسور بسطها واحد او مقامها اي عدد صحيح اكبر من واحد، يعني ممكن يكون اكبر من واحد. يعني اللي فوق ده نيجي مثلا نعمل هنا، يعني عندك اللي فوق ده مثلا، اللي فوق ده لازم يكون واحد، ده كسر الوحدة، اسمه كسر الوحدة، كسور الوحدة. طب اللي تحت ده المقام، يعني في بسط ومقام، يعني ده او ده، يعني اللي فوق ده لازم واحد واللي تحت بيبقى اكبر منه. هنا جايب لك مربع او دايرة او شكل، اي شكل اللي هو جايبه لك اي كان ايه. هنا اللي ملون هنا واحد بس، وهنا اللي كل اللي فاضيين كام؟ الجزء الاعداد الكليه بتاعت الشكل كله اللي عندك. ادي واحد، ادي واحد، ادي واحد، وادي واحد، يبقى كده 3. يبقى كل الاعداد اللي ايه؟ ها، الاعداد كلها كام؟ 3. يبقى الجزء المساوي كلها كام؟ 3. كده بيقرأ ثلث، عشان قلت 1/3 يعني ثلث. دي اسمه كسر الوحدة. هنا برضو نص متلون ونص لأ، ده كل العدد كله 2. يبقى هنعمل الواحد بس اللي متلون على 2 على العدد كله، يقرأ نص. 1/2 يعني نص. هنا برضو ده ربع وده ربع وده ربع، متقسم 4/4 كده، معاك برتقانة وبتقسمها 4/4. ويقرأ ايه؟ هنا يقرأ ربع. عندنا هنا يقرأ برضو خمس، عشان هنا كله العدد 5 على واحد بس اللي متلون 5. هنا برضو واحد بس اللي متلون على العدد كله 8، يقرأ تمن. هنا برضو يقرأ سبع، هنا برضو يقرأ سدس. هناخد بقى حاجة تانية جديدة عندنا اللي هي الكسور الاعتيادية، وركز معايا كويس. الكسور الاعتيادية هي كسور بسطها أصغر من مقام، يعني لازم البسط يكون تحت أصغر من المقام. يعني إيه؟ يعني لازم اللي يكون اللي تحت اللي فوق هنا صغير، والكبير اللي تحت يكون كبير. يعني هنشوف هنا كام اللي متلون هنا قد إيه؟ اللي متلون هنا 3. طب كل المربع قد إيه؟ وكل المستطيل اللي عندك 4. يبقى 3/4، ويقرأ 3/4، يقرأ 3/4. هنا كان بيقرأ إيه؟ ربع، خمس، سم، سبع، سدس. ما بنقراش الواحد، لا احنا هنقرا اللي فوق واللي تحت. 3/4. تمام. هنا برضو المتلونين 5 واللي كله 9، كل المربع ده لو حددناه 9. يبقى 5/9 يقرأ ايه؟ يقرأ خمس. تمام. هنا برضو عندنا تكوين الكسور، يقصد بتجميع الكسور معا لتكوين كسر اعتيادي جديد او واحد صحيح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده ربع وده ربع وده ربع وده ربع. احنا بقى عايزين نكونه، هنكونه كله يبقى كام؟ هنجمعهم على بعض كله. هنجمع واحد 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 واحد، بس اللي تحت ما يتغيرش، يعني المقام اللي تحت ما يتغيرش. يبقى نحصل على واحد صحيح. لو احنا جمعنا الواحد اللي فوق وسيبنا اللي تحت 4 زي ما هو، يبقى 4/4 هيطلع واحد. هيطلع الناتج كله كام؟ هيطلع الناتج كله واحد. تمام. بيمكنك استخدام كسور الوحدة في تكوين كسر اعتيادي جديد أو واحد صحيح. يعني إيه؟ لو أنا عايزة أكون كل ده وعايزة أعمل كسر اسمه كسر اعتيادي، طب أعمله إزاي؟ لو أقولك أنا عايز كسر اعتيادي، أجمع كل دول وأجمع اللي متلونين بس، يعني 1 2 3، أجمع واحد 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 واحد، 3 وحايد، 3 وحايد، 4 كمان، ونعمل إيه؟ 4. أنا كده جمعت 4. الستة اللي هو كله على الشكل كله، يبقى 4 على 6، يبقى 4 أسداس. يبقى عدد كسور الوحدة اللي تتكون منها إيه؟ يعني إيه كسور الوحدة؟ الرقم اللي فوق بس. عايز الرقم اللي فوق. لو قال لك أنا عايز كسور الوحدة، هات له الرقم اللي فوق. تمام. هنا برضو ده مربع، وده كل ده العدد اللي عندنا ده 5. تمام. كل واحد من دول واحد. هنجمع كل الوحيد دول على 5، هيطلع لنا 5/5. تمام. أهو هيطلع لنا 5 على إيه؟ على 5. هناخد كسر الوحدة اللي هو برضو فوق، اللي هو الإيه؟ ال5، اللي هو الكسر اللي فوق. ماشي. بيقول لك اكتب معادله مستخدمه الكسور الواحده توضيح كيفيه تكوين الكسر الاعتيادي الذي يعبر عن الجزء المظلل، ثم اذكر عدد كسور الوحده المستخدمه لتكوين هذا الكسر. هنجمعه ازاي؟ هنجمع المتلونين بس الاول، بعد كده نجمعهم على كلهم. هنا المتلونين 4. تمام. هنعمل 1 وواحد على 6، 1/6 1/6 زائد 1/6 زائد 1/6، زي ما هو موضح عندك
كما بالمثال. خدت بالك هنا اهي، خدت بالك؟ 1 و1 على 6، 1 على 6، 1 على 6، ادتنا ايه؟ ادتنا 4 على ايه؟ على 6، والمقام ما يتغيرش. طب هنا عدد كسور الوحده، لما اجي اقول لك طلعها لي تقول لي 4 على طول من غير ما تفكر. تمام، نفس النظام برضو الشكل اللي بعده. ادي 1 1 1 1 1 1 1 1، كل دول جمعتهم، اجمع كل الوحيد دول هيطلعوا لي كام؟ رقم ج، هيطلعوا لي 5، وكل اصلا الشكل 5، يبقى 5 على 5، يبقى هنا كسر الوحده بتكون ايه؟ هنا بتكون 5. تمام، برضو هذا الشكل كذا، نفس النظام ونفس الشرح بالظبط. هنيجي هنا بيقول لك حلل الكسر الاعتيادي 5 على 6 بطرق مختلفة. تمام، انا دلوقتي عايزه اعمله بطرق مختلفة. طب انا اعملها ازاي بطرق مختلفة؟ بيقول لك 5 على 6 بطرق مختلفة، نقسم البسط مكوناته بطرق مختلفة. انا عامل مربع كده واعمل بالوان مختلفة. اعمل هنا مثلا ايه؟ عايزه اقسم الخمسة اللي فوق دي، اقسمها ايه؟ 2 و3. 2 و3 لو جيت جمعتهم هيدينا 5 برضه، يبقى اعمل 3 بلون مختلف و2 بلون مختلف تاني، هجمعهم على بعض هيدوني 5. واخلي 1 عشان هو بيقول لك 5 على 6، انا عايز كله يبقى 6، انا عايز بس منهم 5، يعني عايز بس الون 5 بس بالوان مختلفه واقسمهم. اقسم الاثنين والثلاثه طلعوا 5 على 6، دي بطريقه مختلفه. في طريقه تانية ان 5 دي خلاها 4 و1، الون بس 1 والتانيين الاربعه الونهم بلون تاني، يبقى انا بقول لك دي 1 على 6 ودي 4 جزء من 6 مثلا، يبقى 4 زائد 1 5، و6 زائد 6 زي ما هي منغيرهاش. برضو نفس الحكاية، 5 على 6 ممكن نخليها 2 و2 4 و1 يبقوا 5، برضو المقام زي ما هو ما يتغيرش. تمام، هيجي هنا بقى بيقول لك ايه؟ 5 على 6، 5 على 6، وعايز اعملها بطريقة تانية مختلفة. انا كده عملتها بثلاث طرق، هو يجي يقول لك اعملها بطريقتين بثلاثة بطريقة واحدة مختلفة زي ما هو حابب. هيجي هنا بيقول لك ادي 1 2 3 2 و1، يعني 1 1 2 و2 4 و1 5 كده برضو جماعة، بس بطرق تانية مختلفة. تمام، ممكن نحللها بنفس الطريقة دي برضو لو احنا عايزين نحلل الكسر الاعتيادي كسر عادي. هنا في المثال اللي عندنا ده وركز كويس، بيقول لك تحتاج مريم ل5 على 8 كيلو جرام من دقيق لعمل تورتة عيد ميلادها، فإن كان لدي كوب كيس يستوعب مقدار 1 على 8 كيلو جرام من الدقيق، فما عدد المرات اللي تحتاجها لملء كوب الكيس لإكمال عمل تورتة عيد ميلاد؟ هنا نحتاج لإيه؟ بقول لك 5 على 8، هنجمع بقى 1 5 على 8، كسر الواحدة هنا كام؟ كسر الواحدة هنا 5، ناخد الكسر الواحدة يبقى عدد المرات اللي تحتاجها مريم عشان تملك كوباية عشان تقيس بيها هو 5 مرات، تحتاج ل5 مرات عشان تملك كوباية منها، يعني تروح 5 مرات تملك كوباية. تمام، هنا بيقول لك حل الكسر الاعتيادي ب7 على 8 ب3 طرق مختلفة. تمام، أنا هحلها معاكم بطريقتين والتالتة أنت اللي هتحلها بقى مع نفسكم. تمام، هو عايز بس 3 طرق اهو، هو هنا كان عايز ايه بطرق مختلفة، هنا عمل لك 4 طرق، هنا عمل لك ادي 1 و2 وعمل لك ايه 3 وعمل لك 4، هنا عملها ب4 طرق مختلفة، هنا عايزها ب3 بس. تمام، هنعملها ازاي بقى؟ ركز معايا كويس. هنا بيقول لك ايه؟ هو عايز هنا 7 صح؟ على كام؟ على 8. هو هنا عايز 7 8 وعايز احللها دي كسر اعتياد، عايز احللها بكذا طريقة. اعملها ازاي؟ ممكن مش لازم رسم على فكرة، مش لازم رسم خالص، ممكن ال7 دي نخليها كام وكام؟ نخليها مثلا 4 و3، 4 اهي زائد على 8 ما يتغيرش، المقام ما يتغيرش، زائد كام؟ 4 و3 على برضو ال8 ما يتغيرش. تمام، لو جيت جمعت كده تطلع لي كام؟ هتطلع لي 7 وال8 برضو ما تتغيرش. تمام، يبقى انا كسر الوحدة هنا كام؟ 7، كسر الوحدة هنا كام؟ 7. انا كده عملتها بطريقة اهي، هعملها بطريقة تانية وهسيب لكم الباقي تعملوها انتوا. عايزة اجمع بطريقة تانية مختلفة، مخليش 3 على 4 دي، خلي اي طريقة تانية. ممكن اعمل 4 على 8 برضو ما يتغيرش، زائد ممكن اعمل 4 وايه تاني؟ 1 تمام، واعمل 1 على كام؟ على 8 مننساش، نزائد
يعني كده 5 ناقص كام؟ 2، اعمل 2 على 8. تمام. لو جيت جمعتهم بقى يطلعوا لي برضو كام؟ هيطلعوا لي 7 على المقام زي ما هو 8. تمام. انا كده جمعت كله طلع كام؟ 8. 7 على 8 يبقى كسر الوحدة هنا كام؟ 7. انا كده عملتها بكذا طريقة مختلفة. ممكن انتوا تعملوها مثلا 3 و2 و2. دي كام طريقة برضو، هو عايزة ب3 طرق بس. تمام. هنيجي هنا بقى معانا بيقول لك هنا ايه؟ تحليل الكسور يقصد به تقسيم او تجزئة الوحدة الصحيحة او الكسر الاعتيادي اللي اجزاء ايه؟ اصغار. يعني عايزين بقى نجمع لك، عايزين نحللها بقى. نحللها ازاي بقى؟ ركز معايا كده يا بطل، والموضوع سهل خالص. هنا عايزين ايه؟ باستخدام كسور الوحدة عايزين نحلل الكلمة دي، عايزين نحللها. دي واحد متلون، واحد متلون، واحد. ادي واحد. تمام. وادي واحد، وادي واحد. كل دول متلونين اهو. لو انا جيت جمعتهم هيدونا 3 على 4. يبقى هي انا هنا كنت بايه؟ بفرق، وهنا كنت بجمع. قصدي هنا بجمع وبفرق، وبعد كده هنا ايه؟ بفرق وعايزه اللي انا اجمع. باستخدام الكسور الاعتياديه اعمل ايه بقى؟ هجمع واحد واحد واحد، واحد زائد 2 3 ولا 4، المقام زي ما هو. سهله خالص، مش محتاجه اي حاجه. بيقول لك اكتب معادله تحليل الكسور التاليه باستخدام كسور الوحده. تمام. كسور الوحده سهله. انا هعد كل الايه المربع اللي عندنا او الشكل اللي عندنا. ادي 1 2 3 4 5 6. اعمل المقام هنا كام؟ المقام هنا يبقى 6. تمام. على كام؟ 6 على كام؟ كل اللي متلونين بقى عده. 1 2 3 4 5 على 5. يبقى المقام هنا 5، يبقى 5 على 6. دي المعادلة بتاعتنا. طب احنا لو عايزين نعملها بطريقة ان هو نفك نحلل، نعملها 5 ازاي؟ هنعمل 1 زائد، ونعمل المقام ما ننساش، على 6. 1 برضو نفكها خالص على 6. زي ما هو عمل لك كده. 1 1 1 1 1 طلع لي كله، طلعوا 5 على 6. احنا عايزين نفك دول. هنعمل 1 على 3، 1 على 3، 1 على 3، ونجيبها ايه؟ كلها تطلع 3 على 3. تمام. احنا لو عايزين هنا نحلل الكسور في كذا طريقة. في الطريقة دي، في الطريقة دي، بنظام الطريقة دي اللي احنا هنفكها كده يجيلنا بالشكل ده، او ممكن يجيلنا بالشكل ده واقول لك اعمل لي ب3 طرق مختلفة. ركز معايا في اي طريقة يعني. لاحظ النقطة عين على خط الأعداد. النقطة هنا عين فين؟ هنا النقطة ايه؟ نقطة اي. النقطة ايه اللي هو الحرف الاي على خط الأعداد، ثم حدد كسور الوحدة. هنا كسر الوحدة 4 على 5. تمام. طب كسور الوحدة اللي تحتاجها لتمثيل النقطة 1 على 5 محتاجة قد ايه؟ ادي 1 1 1 1 4 على 5. وبالتالي فإن كسر الوحدة تكون الكسر 4 على 5 هو 4. يبقى لما يجي يقول لك أنا عايز كسر الوحدة الواحد على 5 ده، أشوف 1 على 5 فين؟ طب هي الرقم ايه واقف عند اخره كام؟ 4 على 5. يبقى كسر الوحدة هنا 4. اشوف اول رقم اخر رقم طلعه 4 على 5. اسمه كسر الوحدة. كسر اللي مكون من واحد على ايه؟ واحد بس فقط، رقم واحد. لك ايه؟ انا عملت الشكل اهو. انا لونت 1 2 3 4 5 عشان هو بيقول لك 5 متلونين على ال6، العدد كله 6. تمام. دي الكسر الاعتيادي بتاعنا. طب كسر الوحدة هنا كام؟ احنا قلنا اتفقنا اللي هو بيبقى اول رقم عندنا خالص اللي هو ال5. تمام. اللي هو ال5. طب معادلة التكوين هنعمل ايه؟ 1 على 6، ونعمل زائد 1 على 6. تمام. ونعمل زائد 1 على 6، ونعمل زائد 1 على 6، ونعمل زائد لحد ما نوصل لعدد 5، لحد ما نكون 5. 1 2 3 4 لحد ما نكون 5، ونعمل يساوي نفس العدد برضو اللي فوق كده. برضو اللي تحت برضو هسيبها لكم تحلوها انت مع نفسكم، عشان بس الفيديو ما يطولش اكتر من كده وسيبكم مولة او فرصة لوحدكم. انا كده حللت لكم المسألة اصلا، فانا هسيب لكم الاثنين التانيين تحلوها انتوا من نفسكم، عشان تمرنوا نفسكم على اي حاجة انا بشرحها ان شاء الله، وتبقوا ممتازين في الرياضة وتجيبوا الدرجات النهائية. بقولك لاحظ النقطة ايه على خط الاعداد، ثم حدد عدد كسور الوحدة اللي تحتاجها لتمثيل النقطة ايه في كل ما يلي. تمام. ثم حدد عدد كسور الوحدة. عدد كسور هنا الوحدة كام؟ هنا 1 على 4، وهنا عدد كسور الوحدة كام؟ 2 بس، مش عدد اكتر من كده. هنا 6، عدد كسور الوحدة هنا 6، هنا 3، بنشوف الرقم اللي هو الحرف اخره ايه، هنا 5. تمام. اكيد هنكون خلصت. هسيب لكم بقى الباقي ان شاء الله تحلوا مع نفسكم كده. كانت معكم مس سهام مصباح. ما تنسوش باللايك والشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
اتمنى النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيجي هنا بقى وركزوا معايا، هنا بيقول لك الحل صفحة 13 وصفحة 14. واهم حاجة حلوا معايا اول باول، اول ما نشرح الدرس حلوا على طول الكتاب بتاعكم، افتحوا الكتاب وحلوا، سواء كان انت عايز تحل في نفس الاسئلة بتاعت سلاح التلميذ او كان معاك كتاب الاضواء، مش مشكلة، هي برضو نفس الاسئلة قريبة منها خالص، فما تقلقش. هنيجي ناخد صفحة 13 ويقول لك اول سؤال كون نموذج يمثل ما يلي باستخدام الدوائر او المستطيلات. يعني استخدام دوائر يعني هنرسم دايرة، تمام، ومستطيلات. اول واحد بيقول لك هنا ايه، انا هحل مثلا سؤالين وانت هسيب لكم التالت تحلوه مع نفسكم عشان تمرنوا نفسكم يعني. واحد وواحد، هنا عندنا واحد وعندنا واحد زائد اتنين يبقوا كام؟ بيساوي واحد، تمام. بيقول لك واحد واحد يساوي اتنين، هنا هنعمل ايه؟ هنا نعمل اتنين، تمام، على كام؟ على اتنين، عشان كده سوى ايه؟ سوى واحد. فعرفت هو جه منين؟ جمعهم وطلع ايه؟ واحد. هو انا بقى عايز استخدم نموذج بواسطة الدوائر والمستطيلات، يعني عايزين نجمع واحد وواحد، تمام، على اتنين، على الشكل كله اتنين. هنعملها ازاي بقى؟ دايرة او مستطيل براحتك. تمام، هنا عندنا انا عملت دايرة اهي، هو بقول لك ارسم دايرة او مستطيل، انا عملت دايرة وهنا عملت مثلا واحد، هنا عملت واحد وهنا واحد. لو جيت جمعت الشكل ده كام مرة؟ ادي واحد اتنين، يعني كل الشكل ده اتنين، يبقى هنعمل كده المقام كام؟ اتنين زي ما هو عمل لك كده. طب الشكل اللي الاتنين متلونين صح، يبقى هنعمل واحد زائد واحد كمان عشان الاتنين متلونين على المقام زي ما هو الشكل كله اتنين، هيطلع لنا كام؟ واحد زائد واحد اتنين، يبقى اتنين على الاتنين برضو ما يتغيرش، هيطلع ايه؟ بيساوي واحد. نفس النظام برضو، تعال نشوف كده المسألة اللي فوق برضو، تعال نشوف المسألة اللي فوق. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك التانية واحد 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 تلاتة، يعني نعمل هنا تلات أشكال، مثلا ممكن دايرة وشكل كله هو تلاتة، ولو جينا جمعنا واحد وواحد وواحد، تمام، يعني واحد تلاتة متلونين والتلاتة التانيين زي ما هو متلونين برضو. تعالى نعمل الشكل ده كده، هو سهل خالص مش محتاج أي حاجة. هنعمل برضو هنا دايرة، تمام، نعملها كبيرة اهي عشان نشوفوها أكتر. لو جينا مثلا عملنا هنا نص، تمام، جيت أنا عملت نص هنا وعايزة مثلا أعمل الشكل ده، أعمل كده، أعمل الشكل ده كده، كده تلات أشكال، ده واحد اتنين تلاتة. لو أنا عايزة بقى ألونهم كلهم أعمل إيه؟ تمام، يعني كده لونتهم اهو. ده كام؟ لو انا جيت عديت كل الشكل ده ادي واحد اتنين تلاتة، لو انا جيت عملت واحد هنا واحد هنا واحد هنا طلع الشكل كله تلاتة، يبقى لو جيت جمعتهم زي ما هو كده ادي واحد زائد واحد زائد مثلا واحد هيدينا ايه؟ على تلاتة، على هنا تلاتة وعلى تلاتة، تمام. انا كده جمعت الواحد واحد واحد طلعوا كام؟ تلاتة على تلاتة، يبقى الشكل اللي عندنا كام؟ تلاتة على تلاتة هيدينا واحد، عندنا واحد صحيح، تمام. يبقى الشكل اللي عندنا كده نلونه. ممكن برضو انت تعمل مستطيل، شكل مستطيل، وتلون برضو على حسب الحاجة اللي هي جايلك. تمام، انا كده حليت معاكم اول سؤال خالص، يعني كده حليت معاكم اول سؤال خالص. وتاني معادله، اكتب معادله باستخدام القصور الواحده لكيفيه تكوين الكسر. هنا ايه؟ هنا جمع لك كل الشكل وعمل لي واحد واحد بس هما اللي متلونين والتاني مش متلون فما اكتبوش، يبقى اتنين على التلاته، تمام. هنا اللي متلون كام؟ واحد اتنين تلاته، نعمل هنا تلاته او خليها من التحليل زي ما هو قال لك كده، واحد زائد واحد زائد واحد، ونعمل ايه؟ الكسر بتاعنا، ونعمل الشكل كله كام؟ أربعة، يبقى الشكل كله عندنا كام؟
هنا الشكل كله 4. نعمل 4 وإيه وهنا 4. تمام. لو جيت جمعتهم كلهم هيطلعوا لي كام؟ عملت يساوي هيطلعوا لي 3 على المقام زي ما هو ما يتغيرش 4. تمام. الشكل اللي بعده انا جيت عملت 1 2 3 4، يبقى هنعمل هنا 4 لما من غير ما نحللها خالص على كام الشكل كله؟ 1 2 3 4 5 6 على 6. انا بقى عايزه احللها وافكها، اعمل ايه؟ الاربعه دي افكها كل وحايد، يعني 1 1 1 1 على 6 و6 و6 بتساوي 4 على 6. تمام. نفس برضو النظام، هاجي هنا ادي 1 2 3 4 5 6، يعني ادي 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1، كده كام؟ 1 2 3 4 5 لسه 6 زائد 1. اجي اعمل بقى الكسر هنا كله كام؟ اعد 1 2 3 4 5 6 7 8، كل ده 8، يبقى 8 على 8 على 8 على 8 على 8 وهنا برضو على 8. تمام. انا جيت جمعتهم كلهم كده وعملت يساوي، هجمعهم وهيبقى كله كام؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 على كام؟ على 8. 6 على 8. تمام. نفس النظام برضو انا هسيبها لكم برضو تحلوها مع نفسكم كده وان شاء الله تبقى اسهل واسهل. السؤال اللي بعده كده بيقول لك كتب الكسر الاعدادي يعبر عن الجزء المظلل. برضو هنا جايب لك العكس عن الجزء المظلل. هنا 3، هنا 3 1 2 3، نعمل 1 1 1 1 على 3 1 على 3 1 على 3 هيدينا 3 على 3 هتطلع 1. تمام. هنا الجزء المظلل قد ايه؟ 1 1، يعني 1 على 4 عشان كله 4 اهي، 1 على 4 زائد 1 على كام؟ على 4، بيدينا ايه؟ بيدينا 2 من 4، يعني 2 على 4، يعني 2 بس اللي متلونين من ال4 اللي عندك دي معناه. تمام. برضو نفس النظام، برضو دول متلونين 1 1 1 1 4 على العدد ده كله كام؟ 5، يبقى 4 على 5. تمام. نفس النظام برضو هنحلله. ده عكسه، احنا هنا كنا بنجمع، احنا هنا بنحلل على طول، بنحلل وبعد كده نجمع. لا احنا هنا بنقول لك ايه؟ اكتب الكسر الاعتيادي، الكسر بتاعه العادي 3 على 4، وهنا بنحلل. دي الفرق ما بينهم، دي عكس دي ودي عكس دي، الاتنين عكس بعض. هنيجي ناخد بقى بيقول لك اجمل الجدول، دي صفحه 14. اكمل الجدول التالي. عندنا نموذج اهو، بس ما تنسوش ما تنسوش اهم حاجه اللايك والشير، وان هو الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن عشان الكل يستفاد وغيرك يستفاد، وانت شفت الفيديو خلي غيرك يستفاد ويشوف. تمام. واللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. هناخد هنا الكسر الاعتيادي، الكسر الاعتيادي هنا كام؟ 2، المتلونين هنا 2. طب العدد الكلي كام؟ 4، يبقى 2 على 4. طب كسر الوحده هنا ايه؟ كسر الوحده اللي هو بيبقى فوق بس اللي هو ال2. معدل تكوين الكسر الاعتيادي، لو انا عايزين نعمل معادله بقى نعملها ازاي؟ نفس برضو هنفك، ما دام قال لك معادله يبقى هنا هنحلل 1 على 4 عشان كله 4 زائد 1 على 4. تمام. بيساوي 2 على 4. دي التحليل بتاعنا، ده المعادلة. هنيجي ناخد 5 على 6، أنا عايزة أعمل الشكل ده هنا، أعمل